ماشي غير حيت دايرة الريجيم أولا داير الريجيم أولا متابعين واحد النظام غذائي، فحنا نحرمو راسنا من الأطباق المغربية. إلا كنتو من هاد النوع أولا من الناس اللي عزيز عليهم الأكل المغربي وما كيعرفوش يدخلوه في النظام الغذائي ديالهم، فانتوما في أنسب فيديو. ما تمشيو فين، بقاو معايا. It's constantly, no, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the burn below you said myself that this is the last time. I can't make right. السلام عليكم ناس الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم في هذا الفيديو اقتراحات الوجبه ديال الغداء اللي كيكونوا مشبعين وصحيين وباحسن حاجه او الاهم حاجه كيكونوا بنان. مهم بين قوسين انا دائما كنشير النقطه ديال انني كنتبع نظام صيام متقطع، كندير جوج الوجبات، فالاغلبيه غيبان لكم ان هنا كتكون الكمية كبيرة، فالوجبة ديالي كتكون على حسب السعرات الحرارية اللي عندي. المهم دائما كنشير اللقطة ديال أنه هادو فقط اقتراحات، وكل واحد غادي يطبقهم على حسب السعرات الحرارية اللي كيتبع في نهارو. بالنسبة للاقتراح الأول فهو غيكون خبز ديال التاكوس أولا التورتيلا بالبيض والخضر. عندي هنا كمية من البيض، أنا هنا دايرة 3 ديال البيضات مع شوية ديال الملح الهيمالايا، شوية ديال الكمون، شوية ديال الإبزار، سكينجبير، بودرة ديال الثوم وشوية ديال المعدنوس. بالنسبة للبيض غادي كل واحد يدير البيض ودائما على حساب السعرات الحرارية ديالكم. بالنسبة للخضر هنا كمية من البروكولي، شوية ديال الخيزو محكوك، شوية ديال الشامبينيون وشوية ديال الفلافل ملونة. تقدروا ديروا نوع واحد. بالنسبة للمقيلة كيف ما شفتوا كنت دهناها بشوية ديال الزبدة، تقدروا دهنوها بزيت الكوك. فمن الأحسن يا إما زيت الكوك ولا الزبدة. الزبدة ما كتحرقش وما كت هذا يعني ما كت تأكسدش مع درجة الحرارة العالية. من بعد ما صوتيت هادوك الخضيره شويه، انا ما كنبغيش نطيح الخضر كاملين باش ما يمشيوش منهم الفوائد ديالهم. نتوما الا بغيتو تصوتيوهم مزيان ليكم الاختيار، وكذلك الا بغيتو تبدلوا حتى هاد انواع الخضر ديروا الخضر المفضله عندكم. كيف ما شفتوا من بعد ما شويه دخلهم الطياب غير واحد شويه، حكيت فوق منهم شويه ديال الفرomاج ومباشره غير كيشدوا راسهم، يعني غير شويه كيتجمع لينا داك البيض مع الخضيره، كنحطوا فوق منهم الخبيز ديال التورتيلا وكنبقاو تنبريسيو عليه بايدينا باش بحال هكا داك الفرomاج يشد لينا في الخبز ديال التورتيلا. ومن بعد كنبداو كنقلبوا الخبز ديالنا بحال هكا باش يتحمر بحال هكا من الجناب وصافي وكنقدموه. مع هاد الخبز ديال التورتيلا كنرافقو مع هاد دانون بيرلي اولا هاد الجبن بيرلي. صراحه هاد الان مهم، يعني انا ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه، دائما كنصحكم انكم تقراو لا فيش نوتريسيونيل ديال كل منتوج. فانا هاد بيرلي كنفضلو على الدانون اولا الياغورت العادي، لان هذا فيه نسبه ديال البروتين عاليه بارابور لدانون عادي. وكذلك حتى ديال الكارب فيه ناقصة شوية، فهذا كيجيني هو أحسن من العادي. من اللي ما كنلقاهش في يعني في الحوانت أولا هذا ولا حتى في بيم، فهاديك الساعات كنديباني بالناتور. وبالنسبة لهنا كنزيد معاه بذور الشيا وزرعة الكتان، هادو راهم ضروري يوميا خاصنا ناخدوهم، لأن الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى. يوميا خاصنا ناخدوهم، يوميا خاصنا نستهلكوهم. وكيف ما كتشوفوا فالوصفه ديال اليوم راها كتجي غزاله وفي نفس الوقت كتشبع. بالنسبه للاقتراح الثاني عندنا الحماص. لا ما غاديش ناخذ هاد الكميه كامله، لا. بالنسبه هادو غير بريباراسيون. هنا كنجيب واحد الكميه ديال الحمص، سوا كيلو سوا كيلو ونص سوا 2 كيلو. كنرطبها من قبل ومن بعد تنسلق هذاك الكميه اللي عندي مع شويه ديال المليحه وصافي. من بعد ما تيتسلق كنسقطرو وتنقسمو فحال
بحال هكا على كميات وكنديرهم بحال هكا في فيلم أليمونتير، وكل quantité يعني هاذيك الquantité كاملة اللي كنجيبها راه تنحسبها بMyFitnessPal يعني كل كمية في الفيلم أليمونتير راني عارفة شحال فيها ديال السعرات الحرارية، بنفس الطريقة اللي ديجا شاركت معاكم ديال كيفاش تحسبوا بMyFitnessPal. المهم هنا كيف ما شفتوا خديت واحد الكمية أولا خديت واحد هذا واحد الميكا، كنجبدها ديجا كنعاود تندير لها واحد السليقة خفيفة باش كناكلو فحال هكا الحمص ديالنا سخون. زدت معاه شوية ديال المليح ديال الهيمالايا وشوية ديال الكمون وشوية ديال السودانية تنحماق على الحار. صافي هنا عندي عاود كمية من الفلافل وعندي البروكولي، تقدروا تزيدوا معاهم شوية ديال البصيلة هادو حتى هما كنت درت ليهم غير واحد شوية ديال يعني غير صوطيتهم غير واحد شوية مع بودرة ديال الثوم ومليحة والبزار وشوية ديال الزعتر. المهم تنسموا نتوما بداكشي اللي كتفضلوا. هنا عندي طون ديال الماء، الصراحة هذا الطون هذا راه غزال فن، أنا راه كنت شاركته معكم واحد المرة في واحد الفيديو ديال المشتريات، ومن تما راه عرفتو بقيت ديما تناخدو صراحة، فيه كونتيتي زوينة ويعني حتى ملي كتاخدو غير هاديك العيبة غير هاديك وحيدة ما غاديش تضطروا أنكم تخسروا يعني مثلا ما بغيتوش ديروا هاديك البواطة ديال الميلو كاملة فهادي راها كافية ووافية. هنا كيف ما شفتوا ميلونجيت هذيك الخضيره اللي عندي مع داك الطون وزدت معاهم معلقه ديال زيت الزيتون. كيف ما شفتوا انا كنت غادا ندريسي في البلا الاول، بان ليا ان البلا كبير وما غاديش يعني غادي يبان ليا الماكله ديالي غادا تبان ليا راها مقموعه في داك البلا، فبدلت البلا وحطيت في بلا صغر منه. هذا حتى هو يعني من بين الحيل ملي نبغيو ناكلو ما عمرنا نديرو شي بلا اللي كبير غنبقاو ديما يبان لينا داكشي راه قليل، نديرو شي بلا اللي يكون متوسط اولا صغيور وفحال هكا كيبان لينا البلا راه عامر. وحنا ديما كنعرفوا ان العين هي اللي كتاكل قبل من الفم ولا قبل من الكرش. المهم كيف ما كتشوفوا راه البلا كيبان عامر وراها كتجي كتشبع ووصفه غنيه وغنيه بالبروتين، راه كتعرفوا الحمص فيه البروتين، الثوم فيه البروتين، البروكولي حتى هو فيه البروتين، يعني راها تبارك الله ما شاء الله غنية. هنا غادي ندوزو الحوت كواري، شكون اللي ما عزيزش عليه الحوت كواري. المهم يعني ما بغيتش نشارك معكم لي ديتاي كاملين، فقط درت غير مقتطفات. المهم كلنا كنعرفوا كنجيبوا السردين تنقيو وتنحيدوا ليه ديك الجلده، المهم ديجا قبل كيتستقطر. بالنسبه للتوابل كنديروا التوابل كاملين كنزيدوا معاهم غير شويه ديال القزبر وشويه ديال لا موطارد الا بغيتو. هنا نفس العطرية يعني ديجا كندير معاهم حتى الثومة والربيع، نفس العطرية اللي كنديروها في السردين كنديرها هنا مع الخضيرة. كنزيد هنا واحد المطيشات محكوكين على حساب، يعني انا هاد الطريقه هادي كندير راه العائله كامله كتاكل. وكيف ما قلت لكم راه حتى هاد الطريقه هادي راها محسوبه السعرات الحراريه بنفس الطريقه ديال اللي مشاركه معكم في ماي فيتنس بال، يعني هاد الخضيره كامله معروفه ومحسوبه وكنعرف راسي شحال غادا ناخذ. كيف ما شفتوا درت العطريه كامله غادا نزيد معاها الربيع والثومه وواحد العصيه ديال سيدنا موسى اولا وريقه ومطيشه الحك. وهنا كنديروا يعني الحوت ديالنا وزويتينات وصافي. وبالنسبة لزيت العود نسيت ما ذكرتوش ليكم، فأنا مني كندير فحال هكا الخضيرة وتندير معاها العطرية وهذا عاد باش كندير الزيتون يعني الزيت العود باش بحال هكا ما يتحرقش ليا مباشرة في الكوكوط صافي. وحاجة أخرى بالنسبة هنا البطاطا راكم عارفين أن البطاطا كيبغيوها الوليدات بزاف، ويعني حتى الزوج ديالي ما يمكنش أنني أنا نفرض عليهم. أنا مدايرة واحد النظام غذائي ما يمكنش ليا نفرضو عليهم وأنا في نفس الوقت باغا ناكل معاهم أكل مغربي، فيعني كندير البطاطا. وهنا هنا هو
هنا فين كتبقى القضيه، يعني هنا من بعد ما طاب ليا البلا ديالي، فانا عوض البطاطا الا بغيتو البطاطا ما غاديش تاخذوا الخبز، والا بغيتو الخبز ما غاديش تاخذوا البطاطا. بالنسبه للبلول كيبان لكم فيه شويه ديال الزويته، انا راه ما درتش كميه كبيره ديال الزيت، وكتعرفوا ان السردين راه فيه كميه من الدهن، يعني هذيك الزويته اللي كتبان لكم في البلول راه غير زويته ديال ديال السردين. صافي هنا عندنا الكسكسو شكون اللي ما كيحمقش على الكسكسو. المهم بالنسبه للكسكسو كناخذوا دائما 7 ديال المعالقات، اللي 7 المعالقات تقريبا كيجيو قياس هاد الزليفه الصغيره، يا اما سميده اولا بلبوله اولا الذره، فهاد 7 المعالقات اولا هاد الزليفه الصغيره ما بين هاد الانواع بثلاثه، فتقريبا كيكون عندهم نفس السعرات الحراريه، ما كاينش بيناتهم اختلاف، كيكون واحد الاختلاف اللي قليل. هنا كيف ما كتشوفوا كنسقيو هذيك السميده اللي عندنا، كنزيدوا معاها شويه ديال الخضيره اللي نتوما كتبغيو. صافي بطبيعه الحال كاينين الناس اللي كيديروا البطاطا، فهنا بلا ما تاخذوا البطاطا. المهم أنا ما كنديرش البطاطا ولكن غير حيت كاين الناس اللي كيديروا بطاطا في الكسكسو. هنا كيف ما شفتوا غادي نزيد كمية من الحمص. مثلًا أنا ملي كنبغي ناكل الحمص بحال هكا في الكسكسو كناخد هذيك الquantité نسلقها بشوية ديال البلول ديال الكسكسو وصافي، وهذا هو البلا ديالنا كيف ما كتشوفوا، وداك اللعيبة ديال حقنا زعما وصافي، وهذا هو الكسكسو. واحد الحاجة أخرى بالنسبة أنا هنا يعني غير شاركت معاكم غير التقديم وكيفاش تعرفوا كيفاش تاكلوا الكسكسو، أما من غير هكا فأنا فاش كنكون في الدار مع العائلة أشنو كندير، كناخد هادوك 7 ديال المعالقات كنعزلهم في واحد الطبسيل ولا هذا، والخضرة كنبقى ناكلها، يعني كنغلب الخضرة والحمص على هاديك السميدة اللي عندي وصافي، يعني كنحاول نغلب الكسكسو الخضرة واللحم والحمص على السميدة باش بحال هكا ما ناخدش الكارب بزاف. وواحد النقطة أخرى للبن، اللي عزيز عليه اللبن فحاولوا تشربوا داك الكاس ديالكم ديال اللبن قبل من الكسكسو، باش بحال هكا حتى هو كينفخ شويه وما تيخليكمش انكم تاكلوا واحد الكميه كبيره من الكسكسو. وكنشارك معكم حتى الحيل كيفاش انكم تاكلوا. هنا المهم عندنا كميه من العدس. بالنسبه للعدس حتى هو غادي نخدموا اولا غنشاركوا معكم بنفس الطريقه، يعني كنطيب واحد الكونتيتي كبيره باش بحال هكا يكون عندي ديما واجد في الثلاجه. عندنا العدس كيف ما شفتوا مغسول ومنقي وحطيته يتسقطر. عندي عفوا البصله وعندي مطيشه. بالنسبه للتوابل راكم عارفين الثومه، البزار، التحميره، الخرقوم، سكينجبير، الربيع. كنشحرهم بلا زيت بلا حتى شي حاجه، غير كنخليهم يدخل فيهم هذوك العطريه مع بعضياتهم غير بالماء وصافي. من بعد ما يعني غير كيتشحروا شويه كنزيد معاهم العدس. صافي، وهنا كنروي بميها، وهنا عاد باش غادي نضيف زيت الزيتون. كيف ما قلت لكم راه هاد الطريقه ديال العدس راها محسوبه بطريقه ديال ماي فيتنس بال، وكان على حساب شحال ما قسمت هاد العدس كنحسب ان في كل حصه شحال عندي ديال السعرات الحراريه. صافي هذه هي الطريقه ديال العدس، يعني الصحيه والعاديه زعما. صافي من بعد ما كيطيب لينا العدس صافي هنا كندير واحد الكميه ديال الكمون وصافي، وعاد باش بحال هكا كناخدو، يعني كناخدوه. وبالنسبة باش كنرافق أنا العدس يعني كنزيد يعني ديما كنبغي الوجبات ديالي يكونوا غنيين بالبروتين، يعني سواء كنزيد معاه طريفات ديال صدر الدجاج ولا بيبي اولا مثلا حوت ولا هذا كفته. المهم يعني ديما كنبغي نعلي النسبه ديال البروتين سورتو في لاساش، يعني كيف شاركت معكم في لاساش كنطلعوا النسبه ديال البروتين اكثر من النسبه ديال الكارب. صافي هنا اليوم غنشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال الكروفيت، كتجي حتى هي ساهله وزوينه ودغيا كتوجد. المهم هنا درت كميه من الزيت ديال الكوك، تقدروا ديروا زبيده يعني الزبده الحيوانيه،
صافي باش بحال هكا نشحروا هذيك البصيلة ديالنا بلا ما يتحرق لينا هذاك الزيت. المهم إلا درتو الزبدة، راه الزبدة حتى هي ما كتأكسدش وما كتفاعلش. صافي كيف ما شفتوا غادي نطيّح هذيك البصيلة مع ديك الوريقة ديال سيدنا موسى، شوية ديال المليحة ديال الهيمالايا، هنا عندي عطرية ديال السمك حتى هي واحد شوية، غادي نزيد هذا شوية ديال الإبزار، وغادي نزيد شوية ديال السكينجبير وشوية ديال الخرقوم. عرفتوا راني دابا ما نقولش لكم كندير لكم في الأوديو كنقطع ونعاود كتشدني العطسة ضاربني البرد. غير سمحوا لي غتسمعوا الأوديو ديالي أولا الصوت ديالي مبدل شوية، المهم غير سمحوا لي. ومن هذا المنبر إلا كنتوا وصلتوا حتى لهاد يعني حتى لهاد البلاصة أولا مازال معايا، فما تنساوش اللايك وما تنساوش شي كومونتير زوين. وأكيد إلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة. المهم كيف ما شفتوا زدت شوية ديال العصير ديال الحامض، كنديروا كيف ما قلت لكم شوية ديال السكينجبير وشوية ديال الخرقوم، شوية ديال شوية المهم ديروا العطرية اللي بغيتو. المهم أنا كندير داكشي اللي موالفة كندير، المهم تقريبا بحال العطرية ديال البسطيلة. صافي وكنديروا شوية ديال البودرة ديال الثوم وشوية ديال الكمون. صافي وراكم عارفين أنا عزيز عليا السودانية، فضروري كنزيد ديما ديما كنزيد الحار. المهم كنخليو هذيك البصيلة تطيح مع هذيك العطرية وصافي، وفي الآخر تنزيدو هادوك الطريفات ديال أنا هنا غادي ندير الكروفيت. الكروفيت راكم عارفين ما كيشدش الطياب بزاف، صافي غير واحد شوية تندخلوه مع ديك البصيلة ومع هذيك العطرية وصافي، وها البلا ديالنا واجد. وكيف ما قلت لكم يعني أنا يا إما كندير اللي عندي نيت، أنا هادشي اللي كان مازال باقي عندي في الكروفيت. يا إما كروفيت يا إما دجاج يا إما كفتة يا إما حوت إلا كان عندكم حوت نيت. صافي وها نتوما الغدا ديالكم راه واجد. المهم بالنسبة للقطاني من الأحسن ما تاخدوهمش مع الخبز، راه كيسببوا مشاكل في يعني كيديروا مشاكل ديال لي غاز وهذا. المهم حتى إلا بغيتوا الخبز راه غادي تاخدوا غير واحد الكمية اللي قليلة، تكون غير واحد 30 غرام ولا هذا. المهم إلا كنتو غتاخدو 30 غرام بلا ما تاخدوه من الأحسن أنا بالنسبة ليا. وصافي المهم هادو هما لي بلا ديال اليوم كيف ما يعني أطباق مغربية ماشي شي حاجة اللي جديدة. المهم هنا كنت كنقول لكم بلي راه طار عليا الزيت فاش بغيت نقلي البصيلة. المهم كيف ما قلت لكم يعني الأطباق كاملة راها مغربية، خاصنا ما نحرموا راسنا من حتى شي حاجة، غير نعرفوا كيفاش ناكلوا، شنو ناخدو، شنو نقصوا، شنو هذا، كيفاش نحسبوا السعرات الحرارية ديالنا، ماشي بشرط أننا ديما نعزلوا الماكلة ديالنا على عائلتنا. وصافي المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا هنا يعني هذيك الكميه اللي طيب ديال العدس قسمتها على 4، كيف ما هذيك الكميه الاولى راه هي اللي شاركت معكم، وهنا بقاو ليا 3 ديال السوبيرات فغادي نوضعهم في المجمد، وفي كل مره غيكون عندي العدس واجد. وهادو هما الاقتراحات ديال اليوم، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارطاج. بسلام عليكم.